الليلة عند بحيرة بودوم بدأت زي أي مغامرة تانية. البحيرة كانت بتلمع بسبب نقاء المايه تحت نور القمر، والنجوم كانت بتبرق فوقينا. كنا بس مجرد 4 مراهقين: أنا، نيلز، أعز أصدقائي سيبو، صديقتي ميلا، وتوليكي، أصغر واحدة في المجموعة. نصبنا الخيمة جنب المية، وكنا بنضحك ونهزر وإحنا شايفين سيبو بيعافر مع أوتاد الخيمة. توليكي كانت بتضحك وميلا بتعمل نفسها بتساعد، بس هي في الحقيقة كانت بتلخبط الدنيا أكتر. الهوا كان ريحته صنوبر ودخان، والنار كانت بتطقطق جنبنا. كل حاجة كانت حلوة، حلوة بزيادة. لكن الغابة كانت هادية قوي، هادية لدرجة غريبة، كأن في حاجة غريبة. الموضوع بدأ بحاجات صغيرة، حاجات ما كانش المفروض نلاحظها، لكن لاحظناها. كنت متأكد إني حطيت الكشاف بتاعي في الشنطة، لكن لما جيت أخده ما لقيتهوش. بعدين لقيته مرمي في الأرض، العدسة بتاعته مكسورة، ما كانش في المكان اللي سبته فيه. بطني اتقلبت من القلق، لكن ما قلتش حاجة. توليكي لاحظت الهدوء التام بتاع الغابة، مفيش عصافير، مفيش ريح، بس في هدوء بس. الموضوع مش مريح، قالت وهي بتبص حواليها بقلق. سيبو ضحك وقال إنها بتخوف نفسها على الفاضي، بس أنا شفته وهو بيبص وراه أكتر من مرة. لما دخلنا الخيمة، الإحساس بعدم الراحة كان مسيطر علينا زي الغطا التقيل. كنا متكدسين جنب بعض، بنحاول نضحك ونهزر عشان نلهي نفسنا عن الموضوع بطريقة ما نمنا. مش فاكر الساعة كام، لكن صحيت على صوت خطوات برا الخيمة، خطوات بطيئة ومتأنية بتدوس على ورق الشجر الناشف. في الأول كنت متجمد في مكاني، بحاول أسمع كويس، يمكن يكون حيوان. لكن الخطوات ما كانتش بتبعد، كانت بتلف حوالين الخيمة، تقيلة ومقصودة. إيه الصوت ده؟ توليكي همست بصوت مرعوب. وبعدين سمعنا الصوت، صوت معدن بيضحك في حجر، صوت حاد كفاية إنه يخلي دمي يسقع. مين هنا؟ سيبو صرخ، صوته كان مليان رعب، بس ما فيش رد. فجأة الخيمة انهارت علينا، حاجة ضربتها بقوة رهيبة لدرجة إنها بقت شبه الفخ، خنقتنا تحتها. توليكي صرخت، صوتها كان عالي في الغابة، لكنه اختفى فجأة بصوت انقطع قماش الخيمة. سكينة اخترقت النايلون، نزلت مرة واحدة في جنب توليكي. عملت جرح عميق، والدم طرطش في كل مكان، حتى على وشي وهدومي. توليكي صرخت تاني وهي ماسكة جنبها، لكن السكين نزلت تاني، المرة دي في صدرها. الصوت كان مبلول ومقزز، صرختها تحولت لغرغرة وهي بتتخانق بدمها. سيبو هاجم المهاجم، لكن الراجل كان أسرع. السكينة اتحركت بسرعة، قطعت كتفه. صوت السكينة وهي بتدخل في عظمه كان عالي، العظم اتكسر زي فرع شجرة ناشف. الدم كان بيغرق الأرض تحته. اهربوا! سيبو صرخ، صوته مبحوح، لكن القاتل موقفش. السكينة ضربته تاني، المرة دي في رقبته. الجرح كان عميقاً، السكينة اخترقته والدم طرطش في الهواء ورش على حيطان الخيمة. سيبو وقع، حاطط إيده بيحاول يضغط على رقبته علشان يوقف النزيف، لكن ما كانش له لازمة. ميلا صرخت وهي ماسكة دراعي: اعمل حاجة! اتجمدت مكاني، ظل الراجل كان بيتحرك برا الخيمة، كأنه في حالة جنون للقتل. وفجأة الضربة جات لميلا، السكينة كانت لسه بتنقط دم. هي حاولت تزحف بعيد، لكن في إيد خرجت من الحيطة المقطوعة للخيمة، مسكتها من شعرها وشدتها لورا. السكين غرزت في بطنها بقوة لدرجة خلت جسمها ينفض بعنف. الدم كان بينفجر منها، غرق التيشيرت بتاعها وعمل بركة تحتيها. أرجوك! همست، عيونها كانت واسعة من الرعب، بتبص في عيني. لكن القاتل موقفش، السكين طلعت ونزلت، كل ضربة كانت أعمق من اللي قبلها. دمها كان بيتدلق على إيدي، دافي ولزج، وأنا كنت متجمد، مش قادرة أتحرك، مش قادرة أعمل حاجة. القاتل فضل يطعن ويطعن، وهي متعلقة من شعرها في إيد القاتل كأنها دمية، لحد ما جسمها بقى مترهل، متشنج، عينها خرجت من مكانها ووقعت في حجري. ساعتها فهمت إن أنا اللي جاي عليا الدور. مش فاكر إزاي هربت. لحظة كنت جوه الخيمة وسط الدم والصراخ، واللحظة اللي بعدها كنت بجري في الغابة بصوت عالي ببكي بعد ما شفت أسوأ كابوس ممكن يشوفه بني آدم. اتكعبلت، وقعت، إيدي غرست في الطين، طعم الدم والتراب كان مالي بقي، دموعي مغرقاني، كنت بشوف الدنيا ضباب. لحد ما وصلت للطريق وقعت على الأرض،
عربية وقفت، السواق نزل بيجري عليا، صوته كان بعيد كأني تحت المية. المستشفى كانت ضبابية، الشرطة جت، أسئلة ورا أسئلة، لكن ما كنتش قادر أديهم إجابات. حكيت لهم عن الخطوات، عن السكين، عن الجحيم اللي عشته. دوروا في المنطقة، لكن ما لقوش أي حاجة. يوم السبت 4 يونيو 1960، 4 مراهقين فنلنديين قرروا يعملوا تخييم جنب بحيرة بودوم في فنلندا. إرميلي بيوركلوند وتوليكي ماكي كانوا عندهم 15 سنة وقتها. معهم كانوا سيبو بويسمان ونيلز جوستافسون عندهم 18 سنة. ما بين الساعة 4 و6 الصبح، ماكي، بيوركلوند وبويسمان اتطعنوا واتضربوا بوحشية لحد الموت على إيد مجهول. جوستافسون الناجي الوحيد كان عنده كسور في وشه أكدت إنه كان ضحية. قال بعد كده إنه لمح لمحة من القاتل، راجل لابس أسود، عيونه حمرة دم، كان جاي يقتلهم. القاتل ما هجمش على الضحايا من جوه الخيمة، لكنه ضربهم من بره بالسكين وبأداة ثقيلة غالباً حجر عن طريق جدران الخيمة. القضية دي واحدة من أشهر الجرائم الغامضة في تاريخ فنلندا الحديث. علشان كده لازم يبقى معانا حد كبير أو شخص يقدر يدافع عنا، ومنروحش الأماكن ما فيهاش ناس، لأن ببساطة ممكن يجرى لك حاجة ومتلاقيش حد ينقذك. في النهاية لو عجبتك القصة ابعتها ل3 من أصحابك واكتب لي رأيك في الكومنتات علشان تظهر في آخر الحلقة. يلا أشوفكم في رعب جديد.